مبروك الزمالك خلاص الوصول لنهائي الكونفدرالية. وقبل ما اتكلم على الماتش بتاع النهارده، انا اهم حاجه بالنسبه لي رقم واحد، احنا زي ما احنا متفقين المكسب. انت النهارده اتعادلت بنتيجه الماتشين تصعد وتوصل للنهائي. عندك ماتش بيراميدز الماتش الجاي، ماتش مهم جدا، لو كسبته بنسبه كبيره جدا هيقربك من الدوري. لكن انا في الماتش بتاع النهارده، انا بس السؤال بقى يعني هيرجعنا تاني معتمد جمال للاسئله. يعني هو احنا جماهير الزمالك مزعلاك في حاجه؟ يعني احنا زعلناك في حاجه؟ ليه تحطني في ضغط عصبي 90 دقيقة؟ انت لعبت الفرقة دي بره ارضك الاول وكسبت هناك 1-0. طبيعي النهارده المنطقي ان انا بلعب على ارضي وسط جماهيري معايا ساعة كاملة اكسب، اكسب 1-0 على الاقل. ليه ما اكسبش؟ فرقة انا عارف كويس جدا ان هي جاية هتبقى فاتحة، هتلعب على ضغط وهتبقى فاتحة كل خطوطها عشان الخسارة بالنسبة له تطلعه بره البطولة، فطبيعي ان هو هيجي يلعب على مكسب. فانا ليه ادي واجبات دفاعيه زياده عن اللزوم للعيبه؟ يعني ليه العب دفاعي 90 دقيقه وفي ايدي ان انا اكسب فرقه زي دي؟ وما تقوليش ان هي فرقه هي عملت عليك كور وفي محاولات تقدر تكسبها. فيعني فين الاستحواذ بتاعك؟ انت اول ربع ساعه سبت لهم الكوره، قلنا هنشوف تحولات، خلاص انت هتسيب الكوره فهتلعب على التحولات. من التحولات اخطف جون او اتنين، خلص الماتش. ما شفتش اي تحولات طول الماتش غير كورتين او ثلاثه. دي التحولات اللي اتعملت، يبقى انا ما بلعبش على تحولات. عشان بس اللي يقول لك انا بلعب على تحولات، ما فيش الكلام ده. طب لعبت على استحواذ؟ لا ما لعبتش. طب ليه العب؟ ليه ما العبش على استحواذ؟ ليه اول ربع ساعه انا ما اخدش الكوره دي تبقى تحت رجلي واحرم الفرقه دي من الكوره وهبطها معنويا وانا استحوذ على الكوره؟ انت بعد ربع ساعه اول كام نقله جبت جون، اوف سايد واتلغى، بس من الاستحواذ انت جبت جون. ليه ما العبش على الكلام ده؟ وبعدين انسب وقت ان انا اجيب جون في الفرقه دي وهي بتضغط عليا وهي فاتحه خطوطها. انت النهارده لو احنا متعادلين بره او خسرانين هتيجي يرص لك ال 11 لعيب في ال 18، هتقعد طول الماتش ضاغط عليهم حليني بقى لما تجيب جون. النهارده هو انت كسبان بره، فطبيعي هينزل فاتح خطوطه. لا استغليت التحولات ولا حتى عملت استحواذ وجبت جون. ايه الفكره؟ ايه الفكر بتاعك يا معتمد يا جمال النهارده؟ ايه الفكر بتاعك في الكوره ان انا ما يدخلش فيها جون؟ ده كان الفكر بتاعك اللي هو فكر فني، لان المباراه اصلا فنيا ما فيهاش اي فنيات، هي المباراه فنيه ضعيفه جدا. فنيا هم كانوا افضل منك، وخصوصا